نسبة الماء الذي الأول والذي استفاد بشكل جيد من التساقطات المطرية الأخيرة بعدما لم تتجاوز نسبة الماء خلال السنة الفارطة كليا 60%. في أواخر شتنبر كان يلا ما كتعداش 40%. هاد التزايد كيعطيه لنا ديك التساقطات اللي سجلناها هذا العام في اواخر في شهر دجنبر وشهر يناير، وهذا ما ادى الى ارتفاع الواردات اللي بلغت حوالي 220 مليون متر مكعب. وتبلغ الحقينة العامة لسد إدريس الأول حوالي 1,200,000,000 متر مكعب بعد بلوغ نسبة الملء الكاملة، في حين تبلغ المساحة إبانها أزيد من 56 كيلومتر مربع، يساهم بشكل كبير في تنمية الموارد المائية لنهر سبو وكذا رفع الإنتاج الطاقي عموما. هذا المخزون اللي عندنا هذه السنة غادي يمكننا بتلبية حاجيات السقي خاصة في سهل الغرب. يعني ان شاء الله غادي يكون موسم عادي، موسم فلاحي عادي، وحنا كنصنفوا هذه السنه ولا هذا المخزون بواحد وضعيه مريحه. سد إدريس الأول الواقع على وادي الناون يساهم في عملية السقي بسهل الغرب، وسيتم تطويره لتوسيع نطاق عملية الري ضمن مشروع سبو المتوسط، والذي سيشتمل كذلك على مشروع تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب.